لما يكون عندي هدف عاوزة احققه، اول حاجة محتاجة ان انا اعملها ان انا اركز على الهدف ده. اركز عليه من خلال ايه؟ من خلال مثلا ان انا افكر فيه كتير، ابتدي ان انا اعمل سيرش عليه، اشوف مين حققه قبل كده وحققه ازاي، وايه اقرب طريقة او اقصر طريق ان انا ممكن احقق الهدف دوت. اشوف صور ليه، اتخيله، اتكلم عنه، ابقى شغلة نفسي بيه. ليه؟ عشان ادخل في طاقته. كل ما دخلت في طاقته كل ما اتولد عندي شعور معين يخص الهدف ده، شعور زي الانجاز، زي البهجة، زي السلام، whatever، يعني نوع الشعور ايه اللي هيخص الهدف ده. والشعور ده هو اللي هيبقى كلمة السر في تنشيط الأحداث والظروف اللي هتتهيأ عشان يتجلى الهدف دوت في الواقع بتاعي. وهتبدأ الفرص تظهر قدامي وتتهيأ ليا، وكل اللي انا هبقى محتاجاه ساعتها ان انا اكون في حالة حضور وانتباه، وان انا اقتنص الفرص ديت عشان اخد خطوة تجاه تحقيق الهدف ويتجلى بالفعل في الواقع بتاعي. يبقى اول حاجة اركز، تاني حاجة استشعر، تالت حاجة ان انا اكون في حالة حضور لاقتنص الفرصة المناسبة.